السلام عليكم ونتمنى أنكم بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في فيديو جديد وفي قصة جديدة. قبل أي حاجة نصليو على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وما نساوش أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وكيف ما احنا عارفين وعلى ذكرهم يحضرون. وبلا ما نطول عليكم ونبداو على بركة الله. واش عمرك فكرتي باللي الفضول ديالك يقدر يدخلك لواحد العالم اللي ما كيتشافش؟ عالم اللي كانوا ديما كيخلعونا به وحنا باقيين صغار، وكاين اللي تال دابا تيخاف حتى الا ذكرتيهم حداه. عالم موازي للعالم ديالنا، عالم ديالهم. ما عليناش. القصة ديال اليوم ماشي بحال اي قصة، قصة ديال واحد شاب مغربي. الفضول ديالو وزهرو غادي يحطوه في واحد الموقف اللي كيما تنقولوا حنايا ما تبغيهش حتى العدوك. وما كاينش شي واحد فينا اللي غادي يتمنى يكون بلاصتو. هو تكون جالس ما بيك ما عليك، وهذاك الفضول اللي فيك غادي ياخدك ولا غادي يسوقك باش تلقى راسك كتفرج في عرس ديال الجن. هاد القصة بدات في واحد النهار عادي، نهار زوين في مدينة مراكش، ومع بطل القصة ديالنا واللي سميتو يوسف. يوسف واحد الشاب عنده 27 عام، سالا قرايتو، باه دار ليه واحد البيزنس ديالو، ضارب الدنيا بركلا وما على بالو بتا شي حاجة. حياته كلها كدور بين الخدمة والقهوات مع صحابو والسهرات في الويكاند. باه سميتو الحاج علال، وعنده واحد الفيرما في النواحي ديال مراكش، دير فيها واحد شويه ديال الغنام البقار الدجاج. وهاد الفيرما تيقابلها واحد الراجل اللي سميتو ابراهيم، هو اللي مكلف بهاد الكسيبه وكيسرحها وكيرد ليها البال. يعني حتى لدابا عندنا ثلاثه ديال الشخصيات، عندنا يوسف وباه الحاج علال وابراهيم اللي تيقابل الفيرما. المهم، هاد النهار كان يوسف خرج من الخدمة ومشى يتلاقى مع صحابه في القهوة كيف العادة، وجالسين تيهضروا وخالقينها بيناتهم، وقولها وضحك عليها، وفي نفس الوقت كيتناقشوا وكيتفاهموا على فين غادي يدوزوا هاد الويكاند. يلاه يوسف غادي يهضر حتى هو ويعطي الاقتراح ديالو وشنو بان ليه. هو تليفونه غادي يصوني، شاف تليفونه شكون اللي تيصوني، لقاه باه. الو السلام عليكم الوالد، كي درتي لاباس؟ باه غادي يقول ليه الحمد لله ولدي الحمد لله، فينك دابا؟ يوسف غادي يجاوبو غادي يقول ليه راني غير في القهوه مع الدراري، ياك لاباس؟ باه غادي يقول ليه اسمع ولدي، راه عمك ابراهيم اللي مقابل الفيرما راه باه توفى اليوم الله يرحمه، والراجل راه خاصو يمشي للبلاد باش يحضر الجنازه ويدير العزاء لباه، وحنا راه ما عندنا ما نديرو، السيد راه خاصو يمشي. يوسف بقى فيه الحال على ابراهيم حيت راه سنين وهو خدام معاهم، وممكن نقولوا ان يوسف كبر قدامه. فغادي يقول لباه انا لله وانا اليه راجعون، الله يرحمه مسكين والله يصبرهم. ايوا الوالد صافي الا خاصو يمشي يمشي، الله يحسن العوان. الحاج علاش سكت واحد شويه وقال ليه ولدي، راه حنا عارفين باللي خاصو يمشي، ولكن شكون اللي غادي يقابل لينا ديك الكسيبه؟ راه ما يمكنش تبقى يومين ولا 3 ايام بوحدها، راه الا مشات خرجات وتفرقات وتوضرات مشى لينا كلشي. يوسف فهم باه فين باغي يوصل، وهنايا بدا تيحاول انه يتهرب حيت هو اصلا ما كيحملش شي حاجه سميتها العروبيه. وقال ليه واش غنقول لك الوالد، غير شوف شي واحد اخر من غيري، حيت انا راك عارفني ما كنفهمش في هذا الشيء ديال السريح والبهايم، واصلا الا مشيت لتما راه ما عندي ما ندير، ما غنعرف اصلا ما ندير. باه ما خلاهش يكمل الهضره ديالو، هو يقول ليه يوسف اسمع، انا ما صونيتش ليك باش تقول لي شنو خاصني ندير، وهذا اصلا ماشي الوقت ديال الهضره الخاويه. غادي تمشي دابا للفيرما باش تقابلها حتى يرجع ابراهيم. انا عندي شي خدمه ضروريه وانت عارف هادشي وما نقدرش نخليها، وانت اللي كاين دابا وهذه راها مسؤوليتك. وزايدون يومين ولا 3 ايام ما غاديش تفنى عليهم الدنيا. يوسف ما لقى ما يقول لباه، واخا ما عجبوش الحال ما حاملش راسو، حيت مشى ليه كاع داكشي اللي كان تيخطط ليه في هذا الويكاند. ولكن راه ما يقدرش يقول لباه لا، خصوصا هو عارف باللي باه الا قال شي حاجه خاصها الدار. وهاد القضيه ما كانتش كتعجب يوسف، حيت الحاج علال فاش تيجي وتيقول شي حاجه هذاك راه قرار وخاصو يدار، راه ماشي موضوع للنقاش. المهم، يوسف تنهد وقال ليه واخا الوالد اللي بغيتي، فوقاش خاصني نمشي؟ باه غادي يجاوبو وغادي يقول ليه سير دابا، راه غادي تلقى ابراهيم مازال كيتسناك، غادي يوريك شنو خاصك دير وهو غادي يمشي يشد الطريق. ناض يوسف من القهوه ما حاملش راسو وباينه فيه معصب. قال لصحابو الدراري انا سمحوا لي هاد الويكاند ما غاديش نكون، عندي شي شغال وخاصني نديرهم. وركب طوموبيلتو وزاد، ما خلاهمش حتى يسولوه علاش ولا يفهموا منه شنو هو السبب.
هذيك الفيرما ما كانتش بعيدة بزاف على مراكش، كانت مسافة ديال 20 كيلو حتى 30 كيلومتر، ولكن مع الزحام ديال مراكش والامبوطياج والطريق عامرة، هادشي اللي خلاه يوصل للفيرما مع المغرب تقريبا. لقى ابراهيم كيتسناه وجهه صفر، جامع شي حويجات في واحد الصاك. وانتم راكم عارفين الحالة ديال واحد اللي يلاه ميت ليه باه كيفاش غادي تكون، راه بطبيعة الحال غادي يكون مدمر. المهم تعانقوا، يوسف عزاه، ابراهيم شرح ليه شنو خاصو يدير، وقال ليه سي يوسف راه الماكله ديال الكسيبه واجده، راني وجدت لك اي حاجه غادي تحتاجها، غير عافاك عمر ليهم الماء، وفي الصباح بكري مع داك الفجر حل عليهم الباب وخليهم يسرحوا في هاد الخلا. ولكن رد البال ما تخليهمش يبعدوا بزاف، خصوصا هذيك البلاصه. وهو ينعت له واحد البلاصه جات واحد الجبل صغير تما، وملي تبغي تجمعهم بالعشيه غير صفر ولا بدا تغوت عليهم، هما راه غادي يتجمعوا ويتموا جايين. ابراهيم وراه كلشي وعطاه شي نصائح اخرين، مثلا كيفاش يخدم التلفازه، كيفاش يسد عليهم الباب، شي حوايج بحال هكا. وقبل ما يمشي شد ليه في يديه وقال ليه سي يوسف رد البال راسك بزاف، هاد البلاد راها خاويه بالليل وما كيدور فيها حتى واحد، لا طير يطير ولا وحش يسير، ولا قدر الله وسمعتي شي صوت دير راسك ما سمعتي والو حسن ليك، هادوك راه غير صحاب المكان. يوسف بدا تيضحك هنايا ويقول ليه صحاب المكان؟ اش ما صحاب المكان ابراهيم؟ تا الله يهديك صاحبي، راه الجلاس بوحدك في هاد البلاصه غادي يخرج عليك. سير اخويا سير، الله يستر لك، غير الله يرحم لك داك الوالد، ما تطولش عليا، انا راني ما حاملش نجلس هنايا وانت عارف هادشي. ابراهيم قال ليه كون هاني، انا واحد 3 ايام ولا 4 ايام وغادي نكون هنايا. مشى ابراهيم وبقى يوسف بوحدو، جالس وسط هاد الخلا والجلا، ما كاين غير هو والبهايم والظلام اللي بدا كيطيح. دخل البيت الصغيره اللي كانت تما، تعشى، بغا يتفرج في شي حاجه في تليفونو، ولكن الريزو كان ضعيف. حس بالملل وقلت ما يدار، والسكات كان كيصمك الودنين. مره تيقطع هاد السكات هذا الصوت ديال شي بهيمه ولا شي كلب تينبح من بعيد. ملي وصلت 11 ديال الليل، يوسف قال غادي نخرج نضرب شي دويره حدا الزريبه. السما كانت صافيه والنجوم تيبانوا بحال شي تريات. يوسف بدا كيتبعان في هذا الجمال الرباني، هذا الجمال اللي ما كيشوفوش في المدينه، ولكن راه هذا الجمال في نفس الوقت عنده واحد الهيبه. وهو جالس كيستمتع بهذه اللحظه، غادي يحس بحال الا شي واحد حاضيه من بعيد. ناض نفض عليه هاد الافكار هادو من دماغه، وقال مع راسو انا غير حيت ما مولفش بهاد الخلا وهاد الكالم هذا عادي. رجع للبيت باش ينعس، دازت الليله الاولى مع العيا ديال الطريق، هو براسو ما عارفش كيفاش نعس. لا غدا عليه، فاق دار داكشي اللي قال ليه ابراهيم، خرج الكسيبه ترعى وبقى راد معاهم البال باش ما يفوتوش ديك البلاصه اللي قال ليه عليها. مع قربات الشمس تغرب بدا تيغوت على الكسيبه وتيصفر، حتى هما تجمعوا ورجعوا لعندو، دخلهم لبلاصتهم، عمر ليهم الماء، ودخل حتى هو باش يوجد ما ياكل. من بعد بغا يخرج عاوتاني يدوز واحد شويه ديال الوقت، ولا كما تنقولوا بغا يطيب نعاسو. خرج ومشى وهو يتجبد تحت واحد الشجره، وهو متكي بدا كيسمع واحد الصوت خفيف، حساب ليه غير التصفار ديال الريح مع البلاصه فيها الشجر والجبال، وهذا الشيء راه تيكون عادي. ولكن هذا الصوت بقى غادي وتيحس به تيقرب وتيولي واضح اكثر. من بعد فهم باللي هاد الصوت هذا راه ماشي تصفار ديال الريح، كان صوت بحال ديال الموسيقى، صوت ديال الغيطة والطبل، ولكن ماشي بحال داك الشيء اللي مولف هو كيسمع. كانت موسيقى غريبة، الإيقاع ديالها كان مزروب، ومرة كتحس به حزين، ومرة كتحس بالإيقاع زوين وكيخليك تحرك مثلا وتشطح. ومع هاد الموسيقى وهاد الميكس المرون كان كيسمع الصوت ديال الزغاريت. يوسف ناض وجلس وتيقول مع راسو شكون هادو اللي غيديروا عرس في هاد الخلا. وقف وبدا كيدور في عينيه وتيقلب على شي ضو ولا على اي حاجه غير باش يعرف هادشي منين جاي. واحد شويه وهو يشوف واحد الضو صفر مجهد وفوق داك الجبل، اللي لا عقلتو هذاك هو الجبل اللي كان وصاه ابراهيم قبل ما يمشي باش ما يخليش الكسيبه توصل ليه. هنايا الفضول ديالو بدا كياكل فيه، وقال مع راسو يمكن شي دوار قريب هنايا ودايرين شي عرس، انا غادي نمشي نضرب طليله ونشوف. ولكن واحد الصوت لداخل ديالو تيقول ليه عطي راسك الراحه وجلس بلاصتك، بما ان ابراهيم وصاك باش ما تخليش الكسيبه توصل لداك الجبل، يعني هاد الشي راه ماشي نورمال. ولكن الفضول غلب الخوف،
نفض حوايجو وبدا غادي يجيه داك الضو كيتسلت بين الحجر والشوك باش يعرف فين تيحط رجليه، خصوصا هو راه ما عندوش شي بيل، كان مضوي غير بداك الفلاش ديال التليفون. وفوق ما كان تيقرب كانت الموسيقى كتجهاد وكتولي واضحه اكثر، وهو طالع لداك الجبل ما بين قوسين. راه فاش نقولوا جبل ما تخيلوش جبل عالي، راه هو جبل صغير، ممكن نقولوا تله ولا هضبه شي حاجه بحال هكا. المهم وهو طالع الريحة ديال الجو غدا كتبدل، مرة كتكون زوينة بحال ريحة المسك والعنبر، ومرة كتكون خانزة بحال ريحة ديال شي جيفة. ملي قرب لداك الضو تخبى من مور واحد الحجرة كبيرة، وبدا كيطل براسو غير بشوية بحال كيسرق نظرات بالخف. هداك الشي اللي شاف خلاه يجمد بلاصتو، الدم هرب ليه من وجهه. اول حاجة ما كانش عرس ديال بنادم، كانت واحد الساحة كبيرة ووسط منها واحد العافية حتى هي كبيرة وماشي عادية، ودايرين بها شي مخلوقات ما كيتوصفوش. كاين اللي فيهم طويل بزاف بحال شي نخلة، وكاين اللي قصار وقراب للأرض. شي وحدين عندهم يديهم طوال كيفوتوا الركابي، وشي وحدين كيمشيو على ربعة، وجوههم ما واضحينش، ولكن عينيهم كلهم كيبريو بحال الجمر في ديك الظلمة. كانوا كيشطحوا بواحد الطريقة هستيرية وكيتهزوا ويتحطوا وكيديروا شي حركات اللي مستحيل يديرها شي إنسان. في وسط هاد الشي كامل كانت جالسة بحال شي عروسة، كانت لابسة شي حاجة كتشبه التكشيطة ولكن كلها كحلة، ووجهها ما كيبانش حيت كان عندها واحد الشعر طويل مغطي لها الوجه وكيتجرجر في الأرض. وحدها واحد المخلوق حتى هو طويل وباين هذا هو العريس. يوسف بقى كيشوف هاد الشي هذا وهو ما قادرش حتى يرمش، عقلو ما بغاش يستوعب هاد المنظر. بغى يغوت ولكن راه ما قادرش، صوتو مخنوق. بغى يهرب ولكن رجليه يبسو ولصقو في الارض. وهو على ديك الحاله ديال الصدمه وما فاهمش، حط رجليه بالغلط على واحد العود يابس. وانتوما عارفين فاش كتصدم على شي حاجه يابسه كدير واحد الصوت. هذاك الصوت واخا كان خفيف ولكن مع الليل وفي ديك اللحظه بالضبط كان الصوت مجهد وسمعوه. هذيك الساعه كلشي سكت، الموسيقى اللي كانت وقفات، الصغاريت حبسات، الشطيح وقف، بحال الا الحياة دارت بوز. ومرة واحدة قاع دوك المخلوقات كلهم دوروا وجههم وكيشوفوا في جهة الحجرة اللي من موراها يوسف. المئات ديال العينين الحمر كتشوف فيه. السكات اللي جا من بعد كان كيخلع اكثر من داك الصداع اللي كان قبل. يوسف حس بالنفس غدا وكتقال، ما قادش يتنفس. وفي هذا الموقف ما فكر جوج مرات، دارو عطاها بجريه وحده. بدا كيجري وهو ما كيشوفش فين كيحط رجليه، كيطيح وينوض، الشوك قطع عليه حوايجو ودخل ليه لجلدو. وهو هربان كيسمع الصوت ديال بزاف د الرجلين كتجري من وراه، ضحكات تيخلعوا ودنيه بداو كيصفروا، حس بالنفس السخون ديالهم كيضربوا في ظهره. كان كيجري وكيبكي وكيقرا القران وايات الكرسي مقلوبه ومخربقه. طاح على وجهه ما مره ما جوج، وحس بحال شي يد شداتو من رجليه. بدا يغوت، دار لقى واحد اليد كحله وفيها واحد الضفار طوال شادين ليه في السروال. بدا كيضرب برجليه بالجهد ديك اليد حتى قدر يقطع السروال وقدر يفلت. ناض كمل كيجري حتى بانت ليه الفيرما من بعيد. هذاك المنظر عطاه واحد شويه د القوه، بحال تيقول ما بقى لي والو ونبقى حي. وصل للباب ديال البيت، دفعو بالجهد، دخل سد عليه الباب من الداخل، تكى على الباب وهو كينهج قلبو غادي يسكت. ومازال حتى لدابا ما فهمش او لا ما استوعبش شنو وقع. وهو في البيت بقى كيسمعهم على برا كيخربشوا في الباب بالضفار ديالهم وكيعيطوا ليه بسميتو، والكسيبه حلفات واش تسكت. وهو متكي على الباب تيحس بيه بحال غادي يطرطق بقوه الزديح. يوسف ما عنده حتى شي حل، بانت ليه واحد الطبله تما ثقيله، جرها وحطها من ورا الباب وتخشى في واحد القنت وهو كيترعد وحاط راسو بين رجليه ومغمض عينيه وكيقرا اي حاجه كان حافظها في القران وكيدعي اللي خلقه. بقى على ديك الحاله واحد المده وهو كيسمع داك الرعب على برا، حتى بدا الضو ديال الفجر كيبان من الشرجم، وهذيك الاصوات غداو كتنقص والخبيط حتى هو. حتى لواحد اللحظه رجع السكات والسقيل. يوسف ما قدرش يتيق اول حاجه باللي راه باقي حي. بقى في داك القنت حتى طلعت الشمس مزيان، ناض بشويه رجليه ما هزينوش، حل داك الباب وهو كيترعد وما لقى حتى واحد. ولكن لقى اثار ديال الضفار في الباب واثار ديال شي رجلين ماشي ديال بنادم في الارض. هذوك الاثار كانوا مخلطين ما بين عفطات كبار بزاف
وما بين فراقش ديال البهايم بحال ديال البقر، ولكن كانوا كبار وغارقين. ما تسنى حتى دقيقة، ما فكر لا في بهايم لا في مسؤولية لا في باه لا في ابراهيم لا في والو. ركب في طوموبيلتو ديما وزاد عفط عليها، غادي هربان من داك جهنم اللي كان فيه. بقى صايق وهو تيبكي بحال شي دري صغير حتى دخل لمراكش. مشى نيشان لدارهم. ملي حلات ليهم مول الباب وشافت حالته، حوايجو مقطعين، وجهه صفر ومجروح كله دمايات، تخلعات. هو ما قادرش يهضر، غير ساكت، وشحالو هما معاه باش يلاه عاود ليهم كلشي وهو كيترعد وخايف. باه الحاج علال اللي هو ولد البلاد وفايت سامع شي قصص وكيعرف هاد الامور، وجهو تبدل وناض كيجري وعنق ولدو وقال ليه: غير سمح لي يا ولدي بزاف، والحمد لله على سلامتك. الحمد لله حيت رجعتي لينا حي. لا غدا ليه الحاج علال هز ولدو ومشاو عند واحد الفقيه اللي عارف امور الدين والجن. يوسف عاود ليه القصه كلها بالتفصيل. الفقيه بقى كيتصنت ليه ومن بعد ويقول ليه: اسمع ولدي، راه نجاك الله، انت طحتي في واحد الليله ديالهم. هذاك العرس راه نهار مقدس عندهم، واللي كيشوفوا ما كيكونش منهم كيعتبروه عدو. البركه ديال القران اللي قريتي هي اللي حجباتك عليهم حتى طلع الفجر. الفقيه عطاه واحد الماء مرقي وعطاه واحد التحصينات وواحد الادعيه باش يبدا يقولها، ونصحوه باش ما عمرو يرجع لديك البلاصه بوحدو، خصوصا بالليل. واصلا ما كاينش لاش يرجعوا، حيت من مور داك النهار كاع الكسيبه لقاوها ميته. من داك النهار يوسف تبدل، ما بقاش هو داك الشاب اللي كيعجبو الضحك والسهرات ولا كيخاف من الظلام، وما بقاش يقدر يبقى بوحدو. اي صوت خفيف كيخلعو. هذيك الليله خلات فيه واحد الاثر اللي ما عمرو غادي يتمحى، وبسببها 3 سنين وهو كيداوى حيت جاتو صدمه نفسيه، وبسببها خسر رجليه. حيت الا عقلتو كنت قلت لكم وهو هربان حس بحال شي يد قبطاتو في رجليه. بسبب هاد الحادثه هذيك الرجل بحال الا مات عليه وما بقاش يقدر يحركها. فهذه كانت هي القصه ديال يوسف مع عرس الجن. قصه كتبين ان هاد الارض فيها شي حوايج كبر من الاستيعاب ديالنا، وان الفضول بعض المرات كيخرج على مولاه. حيت هو كان جالس ما به ما عليه، سمع واحد الصوت، فضولو هو اللي دفعو باش يمشي جال تما وطرا اللي طرا. دابا قولوا لي نتوما شنو الراي ديالكم في هاد القصه، وما تبخلوش علينا بديك جيم وكومونتير. ونشوفكم في فيديو جديد مع قصه جديده. السلام عليكم.